السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد حجي أبو عبيدة. الحمد لله رب العالمين. اليوم تم فك أسري من قبل أهالي الدعتور وقوى الأمن العام. اللي صار معي إني أنا أول امبارح كنت نازل بشارع الجمهورية باتجاهي لبيت عمي بفطر عنده يعني، فدخلت بأحد الطرق الفرعية لأختصر الطريق، ففجأة بتصف جنبي سيارة كيا ريس سوداء مفيمة وبيزمر لي، فأنا رحت باتجاهه لحتى أشوف شو بده. فلما نزل الشباك أنا شفت الشوفير والشخص اللي نزل الشباك ملثمين ولابسين عدد عسكري، فأنا حسبت من الأخوة المجاهدين أو الأمن العام. فصار يسألني على الطرقات وما الطرقات، فأنا صرت جاوبه. ما حسيت بديت لحدا من وراي أرفع إيدي وضرب لي على راسي وفوتوني على السيارة فورا بشكل سريع، وحط السلاح براسي وقالوا لي إذا بتفتح تمك بحرك حتصفى. فأنا هون اضطريت إني أسكت. طمشوا لي عيوني ومشوا فيني بالسيارة حوالي 10-15 دقيقة. طلعوني من السيارة ونزلوني على بيت عبارة عن أبو، ولما فوتوني على البيت أنا طبعا مطمش ماني شايف شي، بس سمعت صوت مرة وفي أطفال، فهون فهمت إني أنا ضمن حي سكني وبيت سكن يعني هذا. فوتوني على أوضة من الأوض وقعدوني فيها. طبعا أخذوا لي مسدسي وأخذوا لي هاتفي، فتحوا لي إياه وأخذوه. بعد عدة دقائق رجع لعندي أحد الأشخاص الملثمين، فقال لي أنت مطلوب منك إني تطلع بفيديو بس مباشر تحكي فيها إني صارت انتهاكات وما انتهاكات وتطالب بمحاسبة المجرمين، ما الحكي كعملية افترائية على الأخوة المجاهدين. وإذا ما سويت هيك حنصفيك. فأنا حفاظا على حياتي قلت له اللي بدك إياه بصير. قعد بقى صار يعلمني شو أحكي ويفهمني شو أحكي والصيغة اللي كيف لازم أحكي فيها، وعمل لي بروفا أكثر من مرة لحتى صورت الفيديو اللي شفته منشور يعني. طلع من الغرفة وتركني لحالي. بعد حوالي 20 دقيقة رجع وطلب مني صور فيديو تاني توضيح الفيديو الأول وشبه مناقض الفيديو الأول. أنا أول شي ما فهمت شو السبب اللي دفعوا إني يطلبوا مني هيك. بعدين اللي فهمت إني مشان يبين إني أنا ماني مخطوف والأمور طبيعية. بعد ما صورت الفيديو الثاني طمشوني ربطوني وطلعوني على السيارة مرة ثانية وأخذوني لمكان مجهول، يعني بشوف فيني كمان حوالي 10 دقايق. طبعا حطيت بالمكان المجهول، أكلت شوية ضرب وهالأمور هيدول، لحتى بتفاجئ اليوم الصبح أهالي الدعتور وقوى الأمن العام عم يفكوا أسري ويفكوا وثاقي وطلعوني من الأسر. وأنا بتوجه بجزيل الشكر لأهالي الدعتور وقوى الأمن العام اللي ساهمت بتحريري وفكي من الأسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.